السلام عليكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا بحضراتكم في المكتب الثقافي المصري. ان شاء الله النهارده امسيه ثقافيه وحوار حول كتاب اوروبا وتحولات الهجره معايشات مراسل الصحفي في النمسا للكاتب الصحفي الاستاذ اسامه نصحي سليمان. اهلا وسهلا بشرفتنا يا استاذ اسامه. مدير اللقاء ويبحر في عالم المؤلف الكاتب الاستاذ اياد حسن. اهلا وسهلا استاذ اياد، نورتونا وشرفتونا. واهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، شرفتوا المكتب الثقافي، وان شاء الله باذن الله تكون ندوه ناجحه. طبعا الكتاب صدر عن برنامج التبادل الثقافي العربي الصيني اوروبا وتحولات الهجره معايشات مراسل الصحفي في النمسا. يرصد الكتاب حكايات واسرار من كواليس الحكومه والرئاسه في النمسا الى جانب المنظمات الدوليه والسفارات المختلفه. كما يوضح الكتاب كيف تاثرت الحياه السياسيه والحزبيه والمجتمع بتدفقات الهجره. الأستاذ أسامة نصحي سليمان تخرج في قسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 91، وعمل محررا بمؤسسة روز اليوسف، ثم انتقل إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط. تدرج في العمل الصحفي ورقي إلى مدير تحرير عام 2020. انتقل للعمل مراسلا في بولندا ثم النمسا عام 2012 وحتى الآن. درس تصميم المواقع الإلكترونية في معهد الواي فاي في النمسا السفلى، وهو أيضا محلل في قنوات الكويت وسكاي نيوز العربية والإخبارية والسعودية وغيرها. مؤسس منصة اندماج على مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بشؤون الجاليات العربية وتسهيل اندماجهم، وقام بتدريس الصحافة أونلاين لطلاب الصحافة جامعة هانوي في فيتنام. وهو أيضا صحفي معتمد في المستشارية النمساوية والأمم المتحدة وأوبك ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. يدير اللقاء الاستاذ اياد حسن. الاستاذ اياد حسن طبعا هو من مواليد دمشق عام 1975، خريج كليه الاداب والعلوم الانسانيه قسم اللغه الفرنسيه وادابها بجامعه دمشق عام 1998، خريج مركز الدراسات العليا بجامعه فيينا اختصاص تربيه وتعليم 2019، وايضا عمل مدرسا لماده اللغه الفرنسيه والعربيه والرسم في عده مدن سوريه في 2000 و2014. مدرب ايضا في برنامج اختبارات الكفاءات ودمجها في سوق العمل النمساوي لدى مكتب العمل من 2016 الى 2018. كما ايضا شارك في معارض فنيه فرديه ومشتركه في دمشق والنمسا، واقام ندوات حول تاريخ الموسيقى العربيه. وهو ايضا حاليا يشغل منصب سكرتير عام البيت العربي النمساوي للثقافه والفنون. تقام أمسية اليوم بالتعاون مع البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون برئاسة الأستاذ محمد عزام، وطبعا احنا بنشكره على التعاون مع المكتب الثقافي، ودي مش أول مرة، هي في العديد من المرات، وإن شاء الله يعني في كمان يعني تعاون قادم بإذن الله. وبشكر حضراتكم مرة أخرى، وبدعو الأستاذ محمد عزام إن هو يلقي كلمة ويرحب بحضراتكم، وأهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا جزيلا لكم. مساء الخير لكم جميعا. وشكرا دكتور خالد، شكرا لفريق المكتب الثقافي المصري بفيينا. البيت العربي النمساوي للثقافه والفنون طبعا هو سعيد بالتعاون مع المركز الثقافي. لنا يعني سنوات طويله نتعاون معا، وده ضمن أهداف البيت العربي أن نقيم تعاونا مشتركا مع كل الجمعيات والمنتديات والمراكز الثقافية. ندوة اليوم للزميل الصديق أسامة نصحي، وهو طبعا زميل عزيز لدينا ابن المهنة، ويعني جمعتنا لقاءات كثيرة وأيضا عمل مشترك. ويدير الندوة الصديق إياد حسن، وأهلا بكم جميعا. شكرا دكتور خالد، شكرا استاذ محمد عزام، شكرا لحضوركم واهلا ومرحبا بكم في هذه الامسيه
وكتاب جديد، لكن هذه المرة ليس رواية، ليس كتاب شعر، هو كتاب فريد من نوعه، خاص متخصص، أول مرة أو هو الوثيقة العربية الأولى هنا في النمسا من هذا النوع. هو ليس كتاب يعني أكاديمي تخصصي في علم معين، لكنه كتاب يقع بين الشهادات وبين السيرة الذاتية. هذا الكتاب يعني منذ أن وقع بين يدي وقد نال اهتمام كبير بالقراءة، لأنه كما قلت هو عبارة عن وثيقة مدونة لشهادات لأمور كنا نشاهدها في فترة من 2011 أو 2010 إلى عصرنا الحالي، وراء مطابخ، ما هي مطابخ الأحداث التي نراها عالميا وعربيا ومحليا هنا في النمسا. هذا الكتاب يدخل إلى تفاصيلها، إلى نسجها بطريقة سلسة، بطريقة أنا فوجئت بأنه الأستاذ أسامة بالرغم أنه صحفي لكنه يكتب بطريقة أدبية، ما يجعل هذا الكتاب ليس فقط كتابا صحفيا جافا، وإنما كتاب يقرأ بطريقة ممتعة ومشوقة. بداية سأستعرض، يعني اسمحوا لي أن أستعرض هذا الكتاب لمدة حوالي 10 دقائق تقريبا. يعني لن يكون استعراض كامل وإنما مقاربة لما ورد في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يستحق دراسة بعدة مستويات. نحن هنا فقط نطلع على هذا الكتاب، لكن هو يحتاج إلى دراسة على المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، المستوى الاجتماعي، وطبعا مستويات أخرى ربما تفتح المجالات عندما يصبح بين أيدي القراء، وربما أيضا تفتح المجالات عالميا عندما يترجم إلى اللغة الألمانية أو إلى اللغة الإنجليزية. بعد قراءة هذا الكتاب أو استعراض هذا الكتاب سننتقل إلى بعض الأسئلة والدردشات مع الأستاذ أسامة، ثم ننتقل إلى أسئلة الجمهور، وبالنهاية سيقوم الأستاذ أسامة بتوقيع على هذه النسخة لمن يرغب بالحصول عليها. أسامة نصحي أنا أعرفه منذ عدة سنوات، شخص صامت يحضر الاحتفالات، ولم أتوقع بأنه بهذه الغزارة من الكتابة وهذه الدقة في نقل الحدث وهذه الدقة في صياغة الحدث. يعني عادة ما كثير من الصحفيين الذين يتواجدون في يعني المهرجانات في اللقاءات ينقلون الحدث بشكل سطحي، لكن الأستاذ أسامة حدث يكتب بنص متخصص مشبع كامل، يعني بعيد عن الحشو، يعطيك المعلومة وبحرفية عالية. وكذلك أنا لاحظت بكل نصوصه التي يكتبها بأنه هو من يصنع هذه النصوص ولا ينقلها أو يترجمها عن المحطات الألمانية أو النمساوية. وهذا الشيء يعني من يستطيع أن يعرف اللغة العربية يستطيع أن يقارن بين أن هذا النص مترجم للغة بسبب الركاكة وبسبب سياق اللغة الألمانية، أو أن هذا النص منتج حقيقي. لذلك تعتبر النصوص المكتوبة في هذا الكتاب نصوص أصيلة غير منقولة أو غير مأخوذة من يعني محطات أو مصادر أخرى. وهذا أمر سيتكلم عنه الأستاذ أسامة لأنه أمر مهني بحت، لأنه في كثير من الأحيان تنقل هذه الأخبار دون مهنية ودون ذكر المصدر. الكتاب كما تفضل الدكتور خالد هو يعني معايشات مراسل صحفي في النمسا، يقع في حوالي أكثر من 300 صفحة، 306 صفحات، مقسم إلى 13 فصلا. سأستعرض هذه الفصول سريعا. في الفصل الأول يتحدث الأستاذ أسامة عن معايشته للمنظمات الدولية، يذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بهو الأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهنا طبعا يتحدث عن أو يذكر الشخصيات التي التقى بها والمعارض التي حضرها. يتحدث عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وبالفترة من عام 2020 إلى 2025 بقيادة الدكتورة غادة والي، ومعايشات كثيرة ودخول إلى تفاصيل ما كان يحدث في هذا المكتب. فهو الأمم المتحدة كما نعلم هو مكان مخصص للمعارض والمناسبات. أيضا الأستاذ أسامة ينقلنا بجولة في هذه المعارض وبعين مراقبة لما هي أهم الفعاليات التي حدثت في هذا
السياق في هذا المكان. ينتقل إلى الحديث عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، يعرف فيها ويتحدث عن سياق اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يتحدث عن شهادات عن ضحايا داعش الذين أيضا كانوا موجودين في هذا المكان. وهنا يلاحظ ملاحظات أيضا، وملاحظة لفتت انتباهي بأن هناك نفوذ روسي في هذه المنظمة. من خلال لقاءاته مع الممثلين المصريين في المنظمات الدولية تحدث عن كثير من المشاريع التي تخص مصر أيضا. إذا هو في النمسا في الأمم المتحدة، لكن عينه دائما على مصر. بازار الأمم المتحدة كما نعلم هذا البازار السنوي يأخذنا في جولة في أروقته، ولكن أيضا المكان الأكثر أو المناسبات الأكثر نقلا والأكثر اهتماما وتحظى باهتمام كبير لدى الأستاذ أسامة هي منظمة أوبك، التي بمجرد حضوره إلى النمسا بدأ مراسلا مع جريدة اقتصادية سعودية لينقل أحداث ما كان يدور في أروقة منظمة أوبك. وهنا تفاصيل هامة جدا، كما قلت نحن نرى الخبر، لكن ما هي تفاصيل صناعة هذا الخبر؟ ما هي يعني كيف وصلنا هذا الخبر؟ والأستاذ أسامة بعين صادقة بعين حرفية ينقل لنا هذا الخبر عبر صفحات هذا الكتاب. طبعا في تفاصيل أكثر من منظمة أوبك، عندما نشأت أزمة كوفيد وكيف أثرت على عمل أوبك، كان لدي لقاء مع خبراء كثر، وما هي التغيرات الجديدة، ما هي التحديات التي واجهتها هذه المنظمة. هناك شهادات كثيرة عن أوبك وعن صندوق أوبك الدولي للتنمية. طبعا كثير منها الصور وكثير منها التقارير نجدها في صفحاته، لديه صفحتين شخصيتين ومنصة اندماج التي سنتكلم عنها لاحقا. إذا هذا هو الفصل الأول. في الفصل الثاني يتحدث عن مؤسسات الدولة، وأعني هنا مؤسسات الدولة النمساوية، وهذا أمر يعني لافت لدى صحفي يأتي إلى هنا. نحن نعلم أن كثير من الصحفيين أو من المهتمين بالصحافة يبقون على ترداد وترديد الأحداث الموجودة في عالمنا العربي، وينسون بأنهم يعيشون في النمسا ولا يدخلون إلى نسخ الحياة السياسية النمساوية. كان له يعني عدة لقاءات في قصر الرئاسة الهوفبورغ الذي القريب من هنا، وأعرق القصور وعاصر رئيسين، دكتور هاينز فيشر ودكتور فان ديفرلاند الموجود من عام 2016. كما أيضا كان الأستاذ أسامة يحضر اللقاءات الصحفية الهامة في المستشارية النمساوية، وطبعا لديه رأي بالحكومات المتعاقبة. هذا رأي تحليلي طبعا، ليس رأي انفعالي، وإنما قائم على التحليل، تحليل الصراعات السياسية، صراعات الأحزاب، تحليل برامج الحكومة. وتعاقبت عدة حكومات منذ بداية وجوده هنا في النمسا، وهناك تواريخ محددة ربما نسأل عنها. مثلا في عام 2025 الشهر التاسع كان هناك تحول في نهج الحكومة الذي رفع شعار لا للتسامح. هذا يعني تحول ايضا، بما انه الكتاب هو يتحدث عن تحولات، يقصد ايضا تحولات في السياسه النمساويه، ان السياسيين بداوا ايضا بالتحول الرقمي من ان يقوموا بعقد ندوات صحفيه الى كتابه ارائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقال مهنه الصحافه من المهنه الورقيه الى مهنه او دخولها الى معركة التحول الرقمي. لدي أيضا عدة لقاءات في وزارة الخارجية مع وزراء الخارجية الذين تعاقبوا في هذا البلد. طبعا هناك قوانين يشهد عليها، من أبرزها، وأنا أريد هنا أن أعطي أمثلة لنقول ما هي أهمية وجود مثل هذه الشهادات. يتحدث عن قانون تشريع قانون الإسلام في البلاد الذي أنهى من الهيئة الإسلامية ككيان، وسمح للطوائف الإسلامية بتكوين هيئات. معظم الطوائف الإسلامية كانت ليس لديها يعني تمثيل في هذه الهيئة. طبعا هو يتحدث فيما بعد عن تولي كيكل وزيرا للداخلية الذي كانت فترته فترة 2017-2019 فترة سياسية سامة توصف بهذا الوصف في هذا البلد.
طبعا كما نعلم بعام 2015 فتحت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل لايتنر فتحت الحدود للاجئين، ومن هنا طبعا تبدأ أيضا نقطة في معالجة الأستاذ أسامة للتحولات الاجتماعية التي حدثت في النمسا وتحديدا في فيينا، لأنها شهدت العدد الكبير من اللاجئين. طبعا في عام 2025 في عهد الحكومة الجديدة التي خاضت مخاضا كبيرا قبل أن تنتهي، هناك بدأت قرارات أخرى معاكسة لما كان في 2015، وهذا التحول الأكبر الذي بدأ بقرارات ترحيل اللاجئين. طبعا ويقول بأنه كارنر وزير الداخلية لم يكن ودودا مع وسائل الإعلام. في حديثه عن سياق اللاجئين يتحدث، وأنا لفت انتباهي بأنه يذكر كلمة المهاجرين بدل اللاجئين، وبالمصطلحات ودقيق جدا. راقبت أنا من خلال قراءتي لكتاب المصطلحات يحافظ على المصطلح تماما دون الخوض بمسألة التسميات السياسية أو العنصرية التي تنحدر إليها الأحزاب المتطرفة. أخوض هنا في سياق السياسة الداخلية في النمسا. طبعا يتحدث عن أحداث الحي العاشر. كما نعلم نحن نعيش في فيينا والحي العاشر ليس بعيدا من هنا، وكيف أن هناك كان قرار بعمل منطقة الحي العاشر منطقة منزوعة السلاح. هذا من إحدى القرارات وإحدى التحولات وإحدى يعني الإجراءات الحكومية المباشرة التي عالجت فيها مشكلة كبيرة في العاصمة الجميلة فيينا، وبذلك أصبحت هذه الوزارة تتحمل أعباء كبيرة. وزارة، طبعا أنا هنا أتحدث عن وزارة الداخلية، حتى وزارة الداخلية النمساوية، ومراقبة شيقة لجميع الأحداث. يذكر قصص كثيرة عن يعني أحداث لم نسمع بها. أنا شخصيا فوجئت بأنه كنت أقرأ المجلات والجرائد وأتابع الأخبار، لكن في معظم المراحل لكن هناك قصص عن الجاسوسية، قصص عن إتجار المخدرات، قصص عن كثيرة من الممتع قراءتها ومن الممتع معرفة هذه التفاصيل التي كنا نعيشها لكن لم نسمع عنها، أو بمعنى آخر كان يظهر لدينا فقط القرار ولا نعلم ما هي دهاليز هذا القرار. طبعا وزارة الاندماج هي من الوزارات الهامة التي حظيت باهتمام وتغطية الإعلامية الأستاذ أسامة. يتحدث في هذا الجزء من الكتاب عن كيفية إنشاء هذه الوزارة، من تولى المناصب وصولا إلى الوزيرة الحالية المعجب فيها لأنها شابة وشخصية قوية. وطبعا يجد الأستاذ أسامة بأن هناك تركيز إعلامي على الجانب السيء من قصص الاندماج، وهي مثلا قصص التركيز على ربما السنة الماضية على الأسر السورية التي لديها عدد أولاد كبير وتحصل على مبالغ كبيرة، وهذا طبعا لا يتناسب مع سياسات الأحزاب الثانية التي تعارض موضوع الاندماج. هذه الوزيرة ساعدت في وضع قواعد جديدة للحصول على المساعدات والالتزام بالقيم، ويقول بأنه في إحدى المرات، طبعا قصص كثيرة مع هؤلاء السياسيين، يقول بأنه بإحدى المرات رافق الوزيرة في مطار فيينا. ربما نتحدث عن هذه القصة لاحقا. الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية بكثير من أنشطتها يغطيها أسامة بطريقة أيضا اختصاصية كمختص اقتصادي، وهذا ما يجعل من أنا أجد بأنه ليس فقط الأستاذ أسامة اختصاصي صحفي بتغطية الأحداث السياسية وما إلى هنالك، وأنه مختص اقتصادي، ولذلك تعتبر كل التحليلات الاقتصادية الموجودة هنا مرجعية للدارسين ما هي التحولات الاقتصادية في النمسا، طبعا خلال الأمم المتحدة ما هي التحولات الاقتصادية في العالم. طبعا في الغرفة الاقتصادية هناك عدة أنشطة قامت الغرفة الاقتصادية بها. هناك يعني طبعا كانت في السنوات الأخيرة حالة من التشاؤم على أداء الاقتصاد النمساوي. في الفصل الثالث
يخفف قليلا أسامة العبء عنا عبء القراءة ليدخل إلى الجاليات العربية النمساوية، لأنه سينتقل لاحقا إلى مواد دسمة أيضا. يتحدث عن النادي المصري، هذا البيت المصري والعربي حقيقة الذي نتشرف جميعا بأن نحضر أنشطته ونتعرف على كل المنتسبين. يتحدث عن القنصلية المصرية وأعضائها، عن الجمعيات المصرية، عن الجمعيات العربية. كل هذه الجمعيات يتابع أنشطتها لكي لا يكون بعيدا أيضا عن الجالية ويبقى في برج عالي كمراسل صحفي لا يختلط بالناس. الفصل الرابع من أوروبا وتحولات الهجرة يتحدث عن الفضائح والفساد. طبعا كما قلنا أن هي معايشات، إذا هو سيذكر كل ما عايشه، ومن بين هذه المعايشات التي عايشناها جميعا هي قضية البيتزا التي أطاحت بالتحالف الحكومي آنذاك عام 2019 وغيرت سياسات الحكومة بشكل جذري. يتحدث عن قضايا الفساد، عن محاكمة إحدى المليارديرات، وعن أحكام صدرت في تلك الفترة في العام 2020 وقرر موت الرحمة، وكان لديه مداخلات كثيرة مع قنوات عربية من بينها قناة إكسترا نيوز عن ذلك السياق، سياق الأحكام الجديدة وسياق التغير الحكومي الكبير الذي حدث. وعدة محطات يعني عربية كانت تتواصل مع الأستاذ أسامة ويبدي رأيه بتحليله المنطقي وينقل الخبر من مكان وجوده ومكان حدوثه. في الفصل الخامس نذهب أبعد إلى ما هو أعمق وإلى ما هو مؤلم في هذا البلد، وهي موضوع النمسا والإرهاب. في 3 نوفمبر كما نعلم بأن هناك حدثت حادثة مؤلمة جدا في فيينا، إطلاق نار وترهيب للناس في وسط فيينا. كما أن أستاذ أسامة يتابع عدة حوادث حدثت في البلد وهناك معلومات هامة وموثقة. هذا أمر لافت جدا للانتباه بأن هناك توثيق لبعض هذه الحوادث. أنا أول مرة أسمع بها بأسماء شخصيات وبتواريخ كان على اطلاع بها أو ربما أقرت بها الحكومة في عدة مؤتمرات. لم نكن نحن نسمع أو لم نكن نهتم بهذه التفاصيل. حادثة جراتس، الحادثة الأليمة، طالب يطلق النار على رفاقه في تلك المدرسة، وهنا كان غموض من صاحب هذه الشخصية اللي هو عربي. دارت شكوك كثيرا حول العرب وخصوصا السوريين، ليتضح فيما بعد بأنه شخص نمساوي، وبالعكس تماما ذهب وأطلق النار على صفين من الصفوف. وكانت حادثة مؤلمة وحادثة مأساوية. هذه الحادثة أقيمت صلاة لها في كنيسة شتفان في وسط العاصمة النمساوية. ننتقل إلى الفصل السادس، وهو يتحدث عن المؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية في النمسا، تحديدا عن الكنيسة الكاثوليكية النمساوية. هناك زيارات للكنيسة القبطية. طبعا الكنيسة هناك مواقف وسلمت مفاتيح الكنيسة ب يعني الكنيسة القبطية المصرية. يتحدث عن المركز الإسلامي الكبير في فيينا في الحي 21، وأن من بنى كما هو معروف الملياردير لوغنارتوند، وهو فيما بعد يذكر في مكان آخر بأنه راعي حفلات التي تقام، حفلات أخرى تقام في أيضا في وسط العاصمة النمساوية. يتحدث عن مركز الملك عبد الله للحوارات، الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية، أوستريا سنتر وهي أضخم مركز للمؤتمرات الدولية، منطقة المعارض ميسي فين، المشاركات في المعارض ولديه مشاركات كثيرة وطلب كبيرة لهذه المعارض، قاعة ماكس هالي التي يعني لها طابع تجاري. هناك معارض والثقة وخصوصا معرض توت عنخ آمون وفي إهداء لرأس هذا سنتحدث عنه أيضا عن قصة مثيرة موجودة في هذا الكتاب. قاعة بلدية فيينا،
المكتبة الوطنية القومية في النمسا ومدينة ملاي وحدائق براتا في فيينا التي تطورت فيها الألعاب. طبعا بكل واحدة من هذه المراكز ليست تذكر على أنها بهذه الطريقة التي أنا أذكرها المقتضبة، ولكن هناك تفاصيل ومعايشات كبيرة. يدخل هنا في هذا السياق سياق الدليل السياحي لهذه الأماكن. يعني أيضا نحن نتعرف على هذه الأماكن، ربما نمر بجانب البراتر لكن لا نعرف عن تاريخها، لا نعرف عن ما هي الألعاب، ما هي المطاعم الموجودة فيها. نمر من أمام الكنيسة الكاثوليكية النمساوية لكن لا نعرف ما هي تفاصيلها، من مديرها، ماذا يدور فيها المركز الإسلامي الكبير في فيينا، لماذا لديه هذه الجاذبية، ما هو يعني النشاط، ما هي نشاطاته، لماذا يذهب الناس إليه، إطلالته. كل هذه التفاصيل موجودة في هذا الجزء أو الفصل المؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية. ننتقل إلى الفصل السابع، وهي طبعا هنا تحدثنا عن هذا الموضوع، عن حكايات من السفارات العربية والأجنبية، وبالتأكيد أم السفارات هنا السفارة المصرية، معايشات مع السفراء واحتفالات في اليوم الوطني والزيارات التي كان يقوم بها شخصيات من مصر إلى فيينا واللقاءات في السفارة. يتحدث أيضا يعني بكل حميمية وبكل أريحية وبكل مهنية عن المركز الثقافي والتعليمي الذي نحن الآن فيه، وعن الندوات والمحاضرات واللقاءات التي تم فيه. السفارات العربية والأجنبية يعتبر هذا القسم من أكبر الأقسام أو الفصول في هذا الكتاب، حيث يتحدث بالتفصيل عن السفارة السودانية في فيينا، سفارة فلسطين ودورها الفاعل منذ عام 2023، ويتحدث عن السفير الفلسطيني، السفارة السعودية، واللقاءات مع الجانب السعودي، القطرية، التونسية، العراقية، اللبنانية، الكويتية. يتحدث عن الجالية السورية وعلاقته بها التي تطورت من 2015 سابقا إلى 2024 في العهد الجديد. السفارة الإماراتية، وهو جدا الأستاذ أسامة يحب السفارة والجالية الفيتنامية، يعني يحضر كثير من احتفالاتها ويقول بأنها هي يعني من السفارات المحورية على المستوى الآسيوي، وكذلك سفارة الصين. وهناك مركز الحوار الثقافي التعاون بطباعة هذا الجزء مع هذا المركز. سفارة جنوب أفريقيا ودعمها للقضايا العربية، بالإضافة للسفارات الأوروبية، رومانيا، بلغاريا، وكل السفارات والتجارب التي خاضها في تلك السفارات. في الفصل الثامن نأتي إلى مهنة الصحافة، وهنا أنا يعني سأركز معه في أسئلة عن موضوع ماذا يعني المراسل الحقيقي، ماذا يجب أن ينتبه له المراسل الصحفي لكي يتعلم أنا شخصيا من هذه الخبرة، كيف يمكن، ماذا يجب أن يتجنب المراسل حتى يبتعد عن عدم المهنية. لدي تجربة مع الصحافة النمساوية، مع صحيفة هويته، حيث نقل لها خبرا أو كان ينقل لها أخبار عيد الحب في فيينا من أولى يعني التغطيات التي غطاها الأستاذ أسامة. وبالتأكيد وكالة أنباء الشرق الأوسط الوكالة الرسمية للأخبار في مصر، طبعا المراسل لها أو مندوب لها في النمسا. صحيفة الراية القطرية مراسل دائم لها وينشر فيها دائما مقالات تتحدث عن، طبعا مقالات هامة جدا وصفحات غزيرة. هناك بحث كامل ينشره لدينا هنا أثناء فترة كورونا، وأنا أجد في هذا البحث فعلا معين وأساس لم أقرأه في أي مكان عن الجانب الاقتصادي والتحولات الاقتصادية في مرحلة كورونا. هذه التحولات الاقتصادية في هذا البلد عربيا وعالميا. يتحدث عن صراع تعويضات كورونا، اختفاء فروع البنك، البنوك، البقاء للأرخص، الجائحة والتسويق عبر الإنترنت، تحديات صناعة الغاز، سياسات المناخ، جواز سفر كورونا، الطاقة النظيفة، الطيران والجائحة
ويتحدث عن انتعاشها ومرتقبها. هذه بعض النقاط التي ينشرها بتقارير صحفية كان يرسلها لجريدة أو مجلة الراية التي كانت ورقية ثم تحولت إلى موقع إلكتروني. طبعا جريدة الاقتصادية السعودية من الجرائد التي يكتب فيها ويراسلها الأستاذ أسامة. أنتقل إلى منصة اندماج. هذه المنصة التي أنشأها الأستاذ أسامة على الفيسبوك، وهذه طبعا ينشر فيها تقاريره الصحفية. وأنا أريد أن أقرأ شيئا من هذا الكتاب لكي يعني نرى كيف يكتب الأستاذ أسامة طريقة كتابته في نصوصه، وتحديدا عن منصة اندماج. معلش بدأت التفكير في إنشاء منصة اندماج في صيف عام 2019 بسبب الحاجة إلى منصة إخبارية عربية تكون جسرا لفهم أفضل للمجتمع في ظل صعوبات تعلم اللغة لكثيرين وصعوبة متابعة وقراءة الإعلام النمساوي بصفة عامة. سبقتنا تجارب أخرى، ولا زالت هناك بعض المنصات التي تعمل حاليا بشكل متوازن وتحاكي بعضها البعض، ولكنها جميعا كانت منصات هواة، ولم يكن أحد على علم كافي بأصول العمل الصحفي الاحترافي، رغم ادعاء الكثيرين ورغبتهم في القفز على المهنة دون مؤهلات حقيقية سواء الدراسة أو الموهبة، وكلاهما يكمل بعضه وبعض الآخر. لجأ البعض إلى فكرة الاستوديو، وهي فكرة قديمة وتخص القنوات التقليدية. أما ثورة مواقع التواصل الاجتماعي فقد جاءت لتتمرد على الشكل التقليدي السابق في الإعلام وتركز على البث الحي والمضمون الجذاب. هذه فقرة مما بالأسلوب الذي يكتب به الأستاذ أسامة في هذا الكتاب، يعطيك المعلومة بطريقة شيقة، بطريقة أدبية، غير مملة، غير جافة، وربما نتحدث عن هذا الموضوع بالذات: ما هي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي عصر التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة؟ هل فقط مهنة الصحافة جاذبيتها أم ما زالت هذه المهنة لها أصولها ولها يعني مريديها ومحبيها، وخصوصا بأنها هي صناعة بشرية وليست صناعة آلية؟ هناك الكثير والعديد من المقابلات، ولكن هناك مقابلة صحفية يعتز بها يفرد لها فقرة معينة ربما نتحدث عنها ضمن أسئلتنا ومناقشتنا مع الأستاذ أسامة. سأحاول أن أسرع، رغم أنه كما قلت هذا يعني ملخص لما جاء في هذا الكتاب، لكن لنعرف فقط لماذا يجب أن نقتني هذا الكتاب، أو لماذا أنا شخصيا أضع هذا الكتاب كمرجعية لي في مكتبتي. كما نعلم أنه الآن ثورة أو عصر الطباعة الكثيرة، وعصر كل شخص يكتب كم صفحة يطبع في كتاب. هناك مسؤولية كبيرة على أي شخص قبل أن تطبع أيها الكاتب أي كتاب. أعلم بأنه على ضفتي هذا الكتاب يجب أن تعطي شيء جديد، يجب أن تعطي شيء يستطيع القارئ أن يقتنيه. لماذا أقتني هذا الكتاب؟ إذا كنت تعطيني معلومات أستطيع أن أجدها بالإنترنت، إذا كنت تعطيني نصوص سهلة بسيطة، لكن الخصوصية وأصالة مثل هذه الكتب، هناك كثير من الشخصيات العربية والعالمية تكتب مذكراتها. خصوصية هذه الكتب بأنه يعطيك تجربة حقيقية لم يعيشها شخص آخر، لا يستطيع أحد أن يكرر ما كتب في هذا الكتاب. ومن هنا مثل هذه الكتب هي من تستحق الاغتنام. في الفصل التاسع يتحدث أسامة عن رفعنا التكليف المقابلة الصحفية التي هي مقابلة صحفية لأن تكليفك أخذت وقت. اتفقنا على سيناريو عرض كتاب، لأنه هو قال لي بأنه أنا أقل بالحديث رغم أنه شديد الكتاب. بقي فقرتين منهية ثم أعود نقطة فتكون بأنه نعيد نقطة إلى ما يعني وصلنا. فقط لنجمل الكتاب وسأفعل ذلك سريعا. أشهر المهرجانات الشعبية يغطيها اليوم الوطني النمساوي، حفل الأوبرا فيينا، صباح الميلاد والمهرجانات. الفصل العاشر في هذا الفصل
فصل يتحدث عن احتفالات ومناسبات. اتفاق السلام في شرم الشيخ كان له تغطية كبيرة له. الملف الإيراني الحديث وملف النووي الذي امتد من 2015 وجودك في 2012 وجودك في البلد حتى الآن وأنت متابع لهذا الملف. تغطية افتتاح المتحف المصري الكبير، 80 عاما على إنشاء الجامعة العربية، انتخابات بلدية فيينا، و70 عاما على معاهدة الدولة. كما أن هناك الكثير من الأنشطة حفل تنصيب الحكومة الجديدة، زيارة الرئيس السيسي بفيينا، معسكر النادي الأهلي، معرض توت عنخ آمون في فيينا، وزيارات الملوك إلى النمسا. هناك زيارات كثيرة، وهناك حادثة مشهورة رئيس النمسا مع ملك هولندا عندما طلب منه في القطار المفتش تذكرة القطار، وهي يعني غطيتها في هذا الكتاب. هذا الفصل العاشر. في الفصل 11 هناك مواقف طريفة، كثير من المواقف الطريفة، من بينها بأنه عدة مرات اعتقد الناس بأنه الأستاذ أسامة هو سفير مصر، واستقبل على هذا الأساس وأجلسوه في المقاعد الأولى ليكتشف بأنه فعلا هو ووضع في اماكن الدبلوماسيين، ويصرح بانه انا لست السفير المصري. وفي احدى المرات جاء السفير المصري فعلا وذهب الى صفوف المتابعين الصحفيين. امراه تحبه كثيرا لانه ترى فيه قرابه من محمد صلاح مثلا، معجبه بمحمد صلاح، فهي مصري بالنسبه لمحمد صلاح بالضبط. كثير من يعني الأنشطة. طبعا ليش عم بقول هذا الكلام؟ لأنه ليس فقط العمل المهني، أيضا العمل الاجتماعي. حصل على الجنسية النمساوية. في الفصل 12 جولة على المتاحف وأنشطته في هذا السياق، وزياراته للمتاحف تتحدث عن الليالي الطويلة وعن مشاركته ببعض المظاهرات التي حدثت في فيينا. انتقل إلى الفصل 13 وهو الفصل الأساسي اللي يتحدث فيه عن الفروق الثقافية، وهو عصارة هذا الكتاب. أنا أجده خبرة الأستاذ أسامة ومعايناته كيف وجدها بهذا الفرق الثقافي ما بين نحن والآخر، ما بين ثقافتنا التي نعيشها وهذا المجتمع الذي نعيش فيه. يتحدث عن علاقتنا مع السلطة، كيف نحن لدينا علاقة مع السلطة مختلفة عن علاقة النمساويين مثلا، اللي يعتبرون بأنه الرئيس أو كل الوزراء أو الموظفين لخدمتهم، ولذلك من التواضع أن نجدهم في أي مكان، أو من التواضع أو من الطبيعي انتقادهم والحديث عنهم. المسؤولية المشتركة عندما تحدث أي مشكلة تكون ليست مسؤولية شخص وإنما مسؤولية فريق عمل. تسلط مؤسسات دينية، الفروق الاجتماعية، أن الشاب والشابة ليس لديهم مثلا ضغوط هنا أنه صار عندك 18 سنة لازم تتزوجي، بتصير عانس. هذا الكلام موجود هون. موضوع الأولاد حتى لو تزوجوا ما بتجي الأم أو الحماية بتقول لازم تجيبوا لنا ولد، لازم تجيبوا لنا وريث لك. هذا الكلام غير موجود في هذا البلد. ثقافة العمل واحترام ثقافة العمل الفروقات الجوهرية بالنهاية هي السلوكيات، الضجة في القطارات إلى آخره. هذا كان استعراض لهذا الكتاب. أستاذ أسامة نصحي، أهلا ومرحبا بك مرة ثانية. أنا أعتز جدا بأني اكتشفت إنسان قبل أن يكون مهني وصحفي في هذا الكتاب. فعلا من عندما تقرأ كتاب تقرأ إنسان، تقرأ تجربة، تعيش حيوات مختلفة كما هو أي كتاب. بداية ماذا تحب أن تقول وتشمل عن كل ما سمعته من هذا العرض؟ مساء الخير وشكرا على اللقاء. طبعا بتوجه بالشكر للدكتور خالد ابو شناب والاستاذ محمد نزان اللي هم فعلا بيقودوا حاليا حراك ثقافي ونشاط، يعني بشكرهم عليه. واعتقد كل الجاليه برضه بتقدر هذا الدور، وان المكتب الثقافي بقى قريب من الجاليه جدا يعني، ومهتم بالتواصل معهم. بشكر طبعا الاديب الاستاذ اياد حسن على العرض الجميل ده. وطبعا الكتاب طويل شويه 13 فصل،
و55,000 كلمة، يعني مهتمة بالإحصائيات. وطبعا في برنامج تبادل ثقافي. كان هدف الكتاب هو يعني أنا ما بعملش يعني القضايا الإنشائية والفلسفية، يعني التعبيرات الإنشائية. بحب دايما الكتاب يبقى فيه معلومات، وأكدت طبعا على الغلاف إنه هو ما فيش هي تجارب شخصية حياتية بتمس مؤسسات الدولة، ولن تجدها على جوجل أو على الذكاء الاصطناعي كما احنا بنشوف دلوقتي، لأن أنا حريص إن أكون يعني أمين جدا مع القارئ وأنقل له شيء جديد، خاصة المنافسة دلوقتي، وإن الكتاب عموما المطبوع بيواجه تحديات كبيرة وصعوبات في ظل طفرة الإعلام والكتاب الإلكتروني، انتشار الكتاب الإلكتروني والتأثير الأوسع طبعا لمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا لقيت في الكتاب ده مساحة كبيرة إن يعني أرصد كواليس وتجارب حياتية، بس مش شخصية جدا، يعني برضو تهم القارئ وتهم اللي يحب يطلع على ماذا يدور في أروقة 6 حكومات أنا عشتها، وأيضا المنظمات الدولية. يعني أعتقد إن في يعني جالية برضو الجاليات العربية لازم تهتم أكثر بالاطلاع على الإعلام وإدراك الاختلاف، إن الدولة البرلمانية غير الدولة الرئاسية. يعني فإحنا في دولة برلمانية تقوم على الأحزاب وعلى التنافس الشديد بين الأحزاب، فالأحزاب كمان بتحاول توقع بعضها حتى تصل للسلطة. فالمنافسة دي بتعمل يعني صراع حزبي بالضبط. فأنا طبعا المنظمات الدولية طبعا يعني أعتقد إنها عالم كبير جدا، ويعني أعتقد كل منظمة تستحق كتابه أكثر، يعني بالذات منظمة أوبك، لأنها بتلعب دور كبير جدا في الاقتصاد العالمي، بتتحكم في طبعا المعروض من النفط الخام وفي الأسعار، وإنها بتجمع كمان 13 دولة مع بعض، فده يخلي الاجتماعات مليئة بالصخب وأحيانا خلافات شديدة حتى يتم الوصول للقرار الصحيح. يعني كنا في غرفة الصحافة بنقعد حتى منتصف الليل في منظمة أوبك حتى يصدر القرار رفع الإنتاج أو خفض الإنتاج. ده مجرد مثال يعني. برضو منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يعني منظمة هامة جدا. دي صحيح يعني مصر هي دولة مراقب، بس هي فيها 57 دولة أخرى، وبتجمع طبعا دولتين متحاربتين اللي هم روسيا وأوكرانيا، وده بيخلي طبعا مهمة صعبة، لكن هي برضو بتهتم بقضايا الهجرة جدا، التمييز العرقي والديني وقضايا الأقليات، ويعني ملفات عديدة بتهتم بها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. عندنا طبعا وكالة الطاقة الذرية، يعني هي الآن يعني موضوع الساعة بسبب المخاطر النووية والحرب الحالية في إيران والتهديدات المستمرة. هي طبعا وكالة الدولية الطاقة الذرية وكالة فنية، يعني بتحاول تنقل عن السياسة، لكن في الواقع هي بتنخرط بشكل أو بآخر، وطبعا إيران غير راضية عنها والولايات المتحدة بتدعمها، وإيران بتشكك في التقارير اللي بتطلع منها، فده بيخلي هي بترسل مفتشين لإيران بصفة مستمرة، ساعات بيكسروا الكاميرات، ساعات بيضيعوا قواعد البيانات. يعني فهي مهمة التفتيش مهمة صعبة جدا ومطلوبة في الوقت الحالي. طبعا دلوقتي في ظل الحرب يعني وكالة الطاقة الذرية مهمتها صعبة جدا ولا تستطيع الدخول لإيران. وهذا عن المنظمات الدولية. طبعا أنا لاحظت إنه بالكتاب أنت تستعمل لغة تخصصية اقتصادية. كيف بنيت، يعني أنت صحفي، وكيف بنيت هذه المصطلحات الاقتصادية
كتابة النص الاقتصادي يحتاج متخصص. كيف؟ أنا أصلا محرر اقتصادي، كنت في النشرة الاقتصادية في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وطبعا هنا كنت مركز على تغطية أنشطة أوبك بشكل كبير يعني، فطبعا ده اداني يعني خبرة بالمصطلحات الاقتصادية بشكل كبير. في نقطة هامة كمان يعني أنا تلفتني إنه تحري الخبر وتحري الحيادية ما بيدخل عند الصحفي أو المراسل نوع من العواطف، كيف يستطيع السيطرة على عواطفه وتحري الحيادية في نقل الخبر، كيف يصل إلى هذه المهنية من الفصل بين مشاعره وبين إنه ينقل الخبر كما سمعه وكما هو. وهل هناك خبر كما هو؟ لا، ما فيش حيادية في الإعلام، دي يعني أكذوبة يعني، لأن دايما الإعلام بيتأثر بالمالك، فالمالك بيفرض عليك توجهات معينة. يعني أنا لو الاس بي او قال لي النهارده اعمل صفحة عن الاس بي او، هل أقدر أناقش قضايا أخرى تخص الأحزاب الأخرى؟ ما أقدرش، لأن المالك هو الاس بي او. فالمالك، لكن في الإعلام الموضوعية غير الحيادية. الموضوعية انك لما تتناول قضية معينة بالذات التحقيق الصحفي يعني لازم تعرض كل وجهات النظر بنفس القدر، بنفس المساحة، بنفس الاهتمام. لكن فكرة في برضه أفكار خاطئة عن الإعلام اللي هي التلقين، انك أنا عايز مصدر واحد تاخد منه المعلومة وهو ده المصدر. دلوقتي احنا في عالم انت اللي تقرر، انت تستمع لكل المتلقي يقرأ صحف مختلفة ويعرف الخلفية والدوافع، يعني الممول ليه كتبت بالشكل ده، ويسمع زي ما انت مثلا تدخل في خلاف بين اشخاص فبتسمع الشخص ده طرف وتعرف ايه دوافعه، وده تسمع وتعرف ايه دوافعه، وانت اللي تقرر قناعاتك انت. صحيح. فهكذا في الاعلام النهارده ما فيش بقى يعني الحاجات القديمه، الصحاف واحمد سعيد يعني نسمع الخبر ونقيده بنفس الوقت. بس الغلط في الاعلام اللي هو ما تعرفش تمويله، ما تعرفش خلفيته. نعم. فلازم كل وسيله اعلاميه تكشف عن مصادر تمويلها، الجهات الداعمه لها، فرسالتها الاعلاميه تبقى انت عارف ايه الخلفيه، ومن هنا تستطيع يعني تحكم على انت تقرر بقى يعني بتسمع الجزيره وتبقى عارف الحكومه القطريه ولا مثلا تسمع حاجات ثانيه تعرف. صحيح. وبعد كده انت بقى تختار بقناعاتك انت، زي الباحث والطالب اللي عايز كتاب واحد، وطبعا استاذنا يعني، وفي الباحث اللي بيقرا اكثر من كتاب وهو بيصل الى الحقيقه بنفسه. جميل. يعني حتى الاعلام هو بحث، مش ليس فقط انه انا اقول انه انا لوحدي عارف الحقيقه وسمعتها من فلان وانا بحث يعني. وفي بقى الربط والتحليل، يعني تربط امور ببعضها، تحلل يعني حتى تصل الى القرار قناعاتك انت الشخصيه. الصحفي هو مهمته انه يوثق، يعني يعرض وجهه نظره حتى المتحيزه. صحيح. بس يقول الدليل عليها ايه، ولو في اتهامات ده او حاجات زي كده لازم تبقى موثقه طبعا، يعني ما تبقاش جزافيه او تشويه سمعه او يعني اي سفسطه زي ما بنقول. او لازم لو هتتناول اتهام معين لازم الاتهام ده يبقى موثق والدليل، ولازم ينتفي الغرض الشخصي، يعني لازم تبين للقارئ ان الصالح العام هو هدفه، وتقنعه ان هو انت عرضت النقد ده للصالح العام، مش بتصفي حساباتك مع شخص معين. موضوع الخبر او الجمله او الكلمه اللي ينقلها مسؤوليه بحته بيتحملها من ينقل الخبر او الصحفي الذي ينقل الخبر. مسؤول لانه مثل ما تفضلت بانه يجب ان يعرف الادله، يعني يعرض ذلك بالادله. نقطه ثانيه، يعني انت صحفي عربي، خلينا نكون على بساط احمدي في وسط اوروبي ويعني بالامم المتحده. الهويه العربيه هل خلتك انت ضمن رقابه اضافيه داخليه ولا خلتك صحفي عالمي لم تنتبه الى موضوع الهويه العربيه من اتلاء القضايا العربيه او ما الى ذلك؟
بالتاكيد الصحفي العربي يعني بالنسبه في المستشاريه في يعني قسم مخصوص لاعتماد الصحفيين الاجانب، يعني المراسلين الاجانب، بس هم يعني مش يعني لازم تعرف برضه ان فيينا عاصمه صغيره وليست منخرطه في السياسه الدوليه بشكل كبير، ودوله حياد، فما تقدرش تقارنها بباريس ولندن وواشنطن اللي هي لازم يبقى منفتحه اكثر على الاعلام الاجنبي لانها منخرطه في الصراعات الدوليه كتير. فالنمسا طبعا هي بتسمح بالمراسل الاجنبي، المستشاريه بتعتمدنا وكل حاجه في مكتب المستشار، لكن يعني احنا بنتفادى القضايا المحليه جدا، يعني لما بتبقى مثلا قضايا دوليه، زياره رئيس عربي، زياره قضايا يعني تهم، زي حاليا مثلا حاليا دلوقتي في مؤتمرات صحفيه بصفه مستمره عن تطورات الصراع في ايران، فمن الطبيعي ان يبقى في مراسل اجنبي او مراسل عربي يتابع تصريحات المستشار الشوكر ومستشار الامن القومي، وبالتالي يعني هم مرحبين طبعا، لكن لازم تاخد في الاعتبار ان دي عاصمه لها وضع خاص. طبعا نحن نقرا لك بالعربي على محطه اندماج او على صفحتك الشخصيه. هل مر يوم من الايام انه سمعت خبر من الاخبار في النمسا وتفاديت ارساله او بثه او الاعلان عنه، يعني مراعاه لخصوصيه الجاليه، او هل في هذا الشيء ممكن يورد بخاطرك ولا بتنقل اي خبر ممكن حتى؟ لا يعني انا بس طبعا مش متحرك من ذكر الاسماء، لكن حصلت يعني في دكتور معروف هنا كان حاضر في حفله لسفاره غير عربيه بس سفاره اسلاميه يعني، وكانت واخده الحماسه وقال كلام يعني الحكومه دي يعني ايوه يعني اندماج اللي بتتكلموا عنه واحنا جايين وهنفرض ثقافتنا وهنفرض قيمنا، وخدته بجلاله جدا يعني، وانا مش ساكت الكلام ده، انا لو بعته لهويتا هتبقى خبطه جامده جدا. لكن انا يعني طبعا احتراما للجاليات العربيه واحتراما وتفهمت ان الدكتور يعني كان في مناسبه يعني السياق اللي كان عم يحكي يعني حماسي كمان، في حماس وكده، والفيديو عندي لكن ما رضيتش طبعا احتراما للجاليات العربيه والجاليه المصريه وعدم التشهير بالشخصيات يعني. رح انتقل للجانب يعني الشخصي بالموضوع، ننتقل من موضوع المنظمات الدوليه والمنظمات في الجانب الانساني، يعني هل بيخليك انك انت يعني تشوفك انه اندمجت او بتحضر فعاليات الجاليات والانديه، هل جانبك او عملك المهني الصحفي بيخليك تنعزل عن شوي الجاليات او الناس، ام بالعكس تماما؟ هل تخشى من الملامه او تخشى اي شيء عندما يوجد اي شخص انك تنقل اي خبر ثم يقابلك ويقول لك انت نقلت الخبر بسبب وبسبب، اما ان كيف يفكر الصحفي بهي الطريقه؟ طبعا يعني الصحفي بيعمل توازنات يعني، انا من النوع كمان اللي مش صدامي يعني ما بحبش مثلا اعمل سبق لا، بحب ابني علاقات طيبه بالناس، ولما نتقابل مره ثانيه انا ممكن اعمل خبطه واعمل عداوه بعدها. طب ليه؟ طب في كثير بيعملوا هذا الشيء. يقول لك اعمل الخبطه وحتى لو عمل لي عداوه والراجل قاطعني وبتاع، فانا بحاول طبعا انا متواجد مع الجاليات العربيه ومع الجاليه المصريه في السفاره في كل المناسبات، وفي نفس الوقت مع المنظمات الدوليه ومع الحكومه النمساويه، فيعني بحاول اعمل توازن بين الامور دي. بس وكمان انا يعني انا بدعو ان الجاليات العربيه تهتم اكثر بالاعلام، بقراءه الاعلام النمساوي، معرفه صوره الانسان العربي في الاعلام النمساوي. جميل، رساله تقدمها هذا الكتاب. لأن في بعض الحوادث أنا بنشرها عشان مش تشهير بحد، لكن عشان أبين صورة العربي في الإعلام النمساوي، عشان تفادي الأخطاء، ودي بتساعد على الاندماج في النهاية اللي هو عنوان المنصة. في نقطة يعني شخصية وجانبية، يعني كمواطن عربي نلتقي بمسؤولين بشكل دائم، خصوصا مثلا لو في حافله كنتوا فيها بهي الصور وجلس المسؤولين في الخلف وانتم في الامام كصحفيين.
الصحفيين. يعني لما انت بتفكر انه هذا مسؤول له رهبه ومكانه ومع ذلك عم يعاملني بهذا التواضع، كيف استطعت تجاوز هي النقطه؟ هل هذا تحول كبير في شخصيتك انت، ولا هل يجب ان نخوض هذا التحول نحن ك يعني مهاجرين موجودين في هذا البلد؟ زي ما اشرت لحضرتك قبل كده انه يعني المسؤولين في النمسا ما عندهم شعور انهم يعني مش يعني فتره عملهم انهم موظفين وفتره عملهم مؤقته. وفي احد الاجتماعات في 2019 كان اجتماع الحكومه في مدينه كريمز في النمسا السفلى، وكان فالحكومه كلها ركبت نفس الحافله يعني مع الصحفيين وهم يعني تواضعا قعدوا في لكن ورغم كده انتقدتهم الاحزاب لان ثاني يوم قالوا ده كان المفروض ياخدوا القطار، ده خدوا حافله مش عارف كان لازم المفروض وليه راحوا كريمز ما بيجتمعوش ليه في فيينا. يعني هنا العلاقه بين الاحزاب في حاله ترابص. يعني انا قابلت ناس بس ما ذكرتهاش في الكتاب جوه الاحزاب مهمتها انها تدبير يعني ايقاع الاحزاب الاخرى وتدبير يعني فضائح قلنا نعم يعني وفي ناس سابت وظائفها بسبب يعني ان الموضوع ده ادخله في حاله من الاكتئاب الشديد يعني. يعني رح ننتقل كمان لموضوع تقدمت انت على وظيفه بصحيفه نمساويه كبرى وقدمت مثل العاده السيره الذاتيه وطلبت وظيفه، لكن فاجأك الرد، ممكن تحكينا عن هذا الرد؟ لا يعني انا كان هي اقرب للدعابه يعني، بس هي صحيفه كورير وهي صحيفه محافظه جدا يعني، وفكرت في لحظه في التعاون معها بس ما كنتش اعرف يعني. طبعا انت عارف الجرايد في جرايد شعبيه اللي هي بيسموها عندنا في الاعلام التابلويد اللي هي هويته أسرائيل اللي هي بتوزع مجانا، وفي جرايد النخبه اللي هي فيها اشتراك جرايد النخبه المحافظه قوي يعني اللي هي مقالات عميقه وتحليلات صحفيين كبار بيكتبوا فيها. زي كمان هم في النمسا هنا بيعتبروا ان الاجانب لازم يبقوا يحصلوا في دور العمال واخد بالك؟ يعني واخد بالك انه يعني يسدوا كمان النقص بالذات مثلا في التمريض والحاجات دي فيها نقص، فهم عايزين والمطاعم والحاجات دي فهم عايزينهم يسدوا النقص ده يعني. فكان الراجل يعني رئيس التحرير يعني اتصل بيا يعني كان ممكن يقول مثلا يعتذر وخلاص او يبعت ايميل رد يعني فبيقول يعني ازاي انت لم تولد في النمسا وتجرؤ انك تقدم في هذه الجريده يعني الكبيره النمساويين فقط يعني يقول لي ده في شباب مولودين في النمسا ولا يجرؤوا اصلا يعني يطلبوا العمل في هذه طبعا رديت عليه بما يناسب. طيب نحن مثل ما شفنا انه حتى السياسيين دخلوا في موضوع المنصات الاعلاميه، حتى كبار رؤساء الدول، رئيس الولايات المتحده الامريكيه ينشر على منصه اكس بدل من ان يخرج في هو عامل منصه لوحده اسمها سوشيال بوست لانه لا يثق في سي ان ان بيقول عليها فيك نيوز، الاي بي سي بيقول عليها فيك نيوز، اي وي بيقول عليها يعني اكبر فضائح وسائل الاعلام في العالم لا يثق فيها وبيهاجم الصحفيين في المؤتمرات مباشره يعني. بالضبط. فهو يعني هو كمان ادرك ان التويتر بعد تجربه تويتر ان هو ممكن يوصل في تويتر ل 100 مليون و200 مليون يعني، فيقول لك سي ان ان ملهاش لازمه يعني، انا ممكن اقول اللي انا عايزه بمنصتي. طبعا هذا اللي انا هي النقطه اللي رح نوصلها، بانه السياسيين لم يعودوا يعني يقيمون مؤتمرات صحفيه امام صحفيين ويأخذوا سبق صحفي، بل السبق الصحفي هم الذين يأخذوه وينشروا عبر هذه المنصات. كيف ترى مستقبل الصحافة كأسامة نصحي الذي عاش هذه التحولات الكبرى كما تذكرها في الكتاب، التحولات من عصر الكتابة باليد إلى عصر الكتابة على الكمبيوتر إلى الآن عصر الذكاء الاصطناعي الذي بنفسه ينشر الخبر؟ يعني احنا في اوائل التسعينات كنا بنكتب على ورق اصفر كده اسمه الدشت بالقلم وبتاع ويجي مراجع وكانت الحروف تتجمع بالماده الرصاص.
فكان طبعا الحدث طفرات في الاعلام يعني انا في تقديري انا قلت 3 ثورات يعني صورت المواقع الاجتماعيه وقلت قبل كده كتبت يعني ومواقع الويب سايت يعني واخر حاجه الذكاء الاصطناعي. ف3 ثورات غيروا شكل المهنه بشكل كبير، لكن المهنه الباقيه هي اللي بتعاني المؤسسات الصحفيه لان كل الاعلانات بقت تذهب لجوجل وتيك توك ويوتيوب فالصحف اللي كانت بتطلع 60 صفحه و70 يعني زمان في التسعينات كانت الاهرام مثلا بيطلع 66 صفحه او حاجه زي كده. دلوقتي بيطلع مثلا 10 صفحات لان الاخبار غليت والورق غلي والمنافسه مع مواقع التواصل الاجتماعي. فاعتقد ان المهنه باقيه حتى انت لو كتبت على الذكاء الاصطناعي المهنه هتبقى بيقول لك هتبقى يعني انا مساعد ليك. ايوه صح يعني الذكاء الاصطناعي مساعد ليك يعني بيختصر معاك الوقت لو بتعمل سيرش على يجمع لك المعلومات، لكن انت القرار بتاعك المعالجه بتاعتك انت في بنقول عليها تاتش يعني التاتش الانساني التاتش الانساني. هلا يعني استاذ اسامه انت عملت عشرات مئات المقابلات، اليوم نحن عم نقابل معك نحن عاطينك ذاك الاسئله وانت عملت عشرات مقابلات مئات المقابلات، لكن هناك مقابله تعتز فيها مع رائد الفضاء الامريكي، لماذا؟ انا كانت اول مره اقابل رواد الفضاء وقابلت واحد ثاني برضه بعدين في رائد الفضاء كمان وقضى سنه كامله في الفضاء. شو كانت ماذا كانت المناسبه في هذا المكان؟ كان في الامم المتحده وكان مؤتمر عن الاستخدامات السلميه للفضاء الخارجي. فهو ميزه هذا اللقاء تحكي لنا اكثر عنه، انه ماذا حتحدث معه ماذا قال لك؟ هو قال طبعا انه عاش تجربه خاصه جدا في الفضاء لكن استمتع بها مختلفه عن كل نادرين اللي عاشوا اصلا بالفضاء، فهي التجربه فعلا مختلفه 100%. يعني انا رح انهي معك بسؤال يخصني الي انا شخصيا. انا اذا اشتغلت بالصحافه واستاذ اسامه انت مدرس وتعطي دورات في الصحافه، ما هي النصائح التي تعطيها لطالب يبحث عن صحفي مبتدئ أديب متميز والعرض ما شاء الله يعني يدل عن مهنية شديدة؟ أقصد إنه أي شخص يريد أن يتعلم الصحافة ما الذي تقول له يجب أن لا تفعله، يجب أن تتجنبه؟ هي طبعا الصحافة كأي مهنة التعليم مهم جدا فيها. فيعني حتى النهارده أنت لو طلبت تقدم في مهنة بسيطة في النمسا ان شاء الله حتى عامل في السوبر ماركت بيقول لك لازم تعمل هاوس بيلدينج الاول. فالاولى المهنه اللي هي بتتعلق بالوعي وبتشكيل العقول وان تبقى لها دراسه متخصصه يعني، لان طبعا الكتابه مش شكل واحد يعني كتابه الخبر غير كتابه الحوار غير كتابه التقرير غير التحقيق الصحفي. النصوص دي مهمه جدا يعني. الجزء الثاني طبعا التدريب في مؤسسه كبيره لان المهنه دي بتنتقل من جيل الى جيل. يعني احنا كان لنا اساتذه خدنا عنهم وهكذا يعني كان الواحد لوحده كده ما ينفعش، لازم بتنتقل من جيل الى جيل فبتاخد خبرات اللي قبل. بالتالي اللغه طبعا مهمه جدا، الثقافه، المظهر مهم جدا في المهنه، لان طبعا عشان تسال مسؤول لازم اللغه تبقى سليمه بروتوكول تعرف شويه عن البروتوكول، لازم تبقى دارس الشخصيه اللي قدامك يعني ما تروحش تقول له قدم نفسك والكلام ده زي ما بنقول، لا لازم يعني تبقى عندك خلفيه عن الشخص قبل ما تبتدي حوار معاه تبقى دارسه يعني. لكن لقاءات الطيار يقدم نفسك والكلام ده تقول لنا شعورك ايه والكلام ده ما ينفعش ينفع في المهرجانات والحاجات الخفيفه الاجتماعيه، لكن ما ينفعش طبعا في لما تقابل السياسيين او صناع القرار في اي مجال يعني. 3 اسئله اخيره قبل ما انتقل على الجمهور، سامحوني طولنا عليكم لكن في اسئله كثير، لكن 3 اسئله في قصه توت عنخ امون
أريد أن ترويها لي موجودة بالكتاب. السؤال الثاني موضوع تحدثت فيه عن الأردن هنا ولقاء بولي العهد. إذا أردت أن تجيب، وأريد بالنهاية أن تتكلم عن الدكتورة واني، هذه الشخصية المصرية العربية التي نعتز فيها، وأنت يعني كنت بلقاءات كثيرة معها. إذا أول شيء توت عنخ آمون. طبعا أنا بعتز إن